يقول جابر بن سمرة كان النبي عليه الصلاة والسلام نادى علي مرة، قال له يا علي تعال، أن بدينا الآن سنختم. قال نعم يا رسول الله. قال من أشقى الناس في الأولين القدامى، من أشقى واحد فيهم؟ يقول فقلت يا رسول الله أشقاهم الذي عقر الناقة في قوم صالح. قال ومن أشقى الناس في الآخرين الآن من أشقاهم؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أشقاهم قاتلك يا علي، يدري أنه بيقتل، قاتلك يا علي. يقول فقلت أو مقتول أنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ستغدر بك من بعدي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ستغدر بك من بعدي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ستغدر بك من بعدي وأنت على ملتي وتقتل على سنتي. من أحبك يا علي أحبني ومن أبغضك أبغضني. من أحبك يا علي أحبني ومن أبغضك أبغضني. وإن هذه، يشير النبي لحيته، وإن هذه يا علي لتخضب من هذا، يعني بتصير الضربة في راسك وينزل الدم ويتغير لون لحيتك من الدم. يقول فمسكت لحيتي فقلت صدقت يا رسول الله. يقول علي بن أبي طالب وكنت على يقين أن موتي سيكون كما قال النبي. يقولون كان مرة في المدينة قبل يروح الكوفة فمرض، مرض شديد. دخل عليه بعض الناس قالوا يا علي نأتيك بالطبيب قبل أن تموت، شوف لك خليفة. قال لا ليس هذا مرض موتي، والله لن يموت صاحبكم حتى تخضب هذه من هذا. هذا قول رسولي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. جاء يوم من الأيام عبد الرحمن بن ملجم اللي قتل علي. بالمناسبة تدرون شو عبد الرحمن بن ملجم؟ ترى حافظ القرآن كله وكان صوته من أجمل الأصوات، لكن الجهل هذه الفتنة، هذه الفتنة، هذه المصيبة. عبد الرحمن بن ملجم هذا اللي حاطين اليوم له على قولتهم شعار وقتل علي رضي الله عن علي، كان يحفظ القرآن كان صوته جميل من القراء، لكن الفتنة والجهل لا تبقي أخضرا ولا يابس. يقول فدخل علي عبد الرحمن ملجم، يوم جاء عندي كنت أوزع عطايا فرأيت في وجهه يعني حسيت يعني حس جسمي انها غير انسان سوي، فزدت له في العطية، وهذا من الأدب والحكمة وبعد النظر. يقول ثم قال، يقول جلست انظر فيه علي فقلت له اسدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك ولا تجزع من القتل إذا حل بواديك. يقول فخاف عبد الرحمن ملجم، يقول الشارسي يقول الكلام شكله حاسس بشيء.